السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وصفة النهارده البسبوسة هعملها معاكم بطريقة مميزة جدا جدا، طريقة بقى كده هتعجب اهل بيتك ودايما هيطلبوها منك بالطريقة دي. هقولك كمان ازاي تقلبي البسبوسة بكل سهولة وتقدميها كهدية لو رايحة بقى زيارة كده لحد من اصحابك او لحد من قرايبك. صدقيني هتكون هدية مميزة جدا جدا وهيشكروكي عليها. ربنا كده نشوف الطريقة، بس تشبه لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. اول حاجه بقى معاكي نص كيلو من دقيق البسبوسه، هحط عليها 4 معالق كبار من جوز الهند. بالنسبه لكميه جوز الهند تقدري انت تقلليها او تكتريها عن كده، مفيش اي مشكله. ممكن تخليهم 3 معالق او معلقتين او كمان 5 معالق، طبعا براحتك. طب بعد كده هجيب عندي كوبايه من اللبن وكمان كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، وكمان معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. كل ده كده هحطه على البارد، وبعد كده هبدأ ان انا اشغل النار على يعني تكون النار كده هادية، وبعد كده هبدأ اقلب. يعني كل اللي انا عايزاه ان السكر ومعلقة عسل الجلوكوز انهم يدوبوا مع بعض والخليط بتاعي يكون دافي. بعد كده هنزل بقى طبعا بالخليط دوت على دقيق البسبوسة وهقلب بالشكل ده. زي ما احنا عارفين طبعا خليط البسبوسة ما بيتقلبش كتير عشان بس البسبوسة ما تبص معايا. بعد كده احضر عندي صينية تكون مقاس 24، هبدأ ادهنها كده ببسيط من السمنة، وهجيب بقى كده ورقة أو يعني ورقة بقى زبدة او ورقة من كراسة، مش هتفرق. ممكن كمان تستبدلي ورقة الزبدة بكيس حراري. بعد كده احط معلقتين كبار من السمنة وهدهن بقى كده، وهنزل بيه خليط البسبوسة. طب هنزل كده يعني 3/4 كده الخليط، لان طبعا الصينيه صغيره، وبقيه الخليط هحطه في طاجن. يعني هدهن الطواجن بتاعتي برضو بمسحه سمنه، وهنزل كده بيه خليط البسبوسه. بعد كده هبدا ان انا اخبط عندي هبدا طبعا اساوي طبعا الخليط، وهخبط بقى الصينيه كده حوالي كده يعني خبطتين 3 بحيث اضمن ان خليط البسبوسه يتساوى في الصينيه. وبعد كده هقسم البسبوسه عندي او خليط البسبوسه عندي ل4 اجزاء، وهجيب بقى كده سوداني بقشره، وبعد هبدا احطه طبعا بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو بيدي شكل حلو جدا جدا للبسبوسه. بعد كده هفصص عندي السوداني التفصيص طبعا اللي كنا عارفينها، واحط برضو في الجنب التاني، والجنب التالت هبدأ احط سوداني مجروش، والجنب الرابع هحط سوداني مجروش. وكان عندي بقى كده بواقي شوكولاتة حطيتهم على بعض، وهبدأ برضو احطهم بالشكل ده. تقدري تستبدلي الشوكولاتة ديت بالفرماسل. تمام زي ما انتوا شايفين اهو بقى. طب بعد كده هدخل عندي اهم حاجه بس في البدايه ان انا اضغط بس كده على المكسرات، بحيث انها يعني تكون ثابته كده على خيط البسبوسه. وبعد كده طبعا لما تيجي تتسوى وكمان نقلبها كمان تكون ثابته. طب بعد كده ادخلها على فرن يكون حامي مسبقا على الشبكه في النص، واول ما ادخلها اخلي نار الفرن تكون فوق المتوسطه. تمام. طب بعد كده هحضر شربات عندي، يعني بعد 10 دقايق كده من لما احط البسبوسه في الفرن هبدا احضر الشربات. كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من الميه، وكمان عصير نص ليمونه، وكيس من الفانيليا. نبدأ بس نقلب كده بشويش بحيث بس السكر ما يتنطورش على جوانب الحلة، وبعد كده الشربات يسكر معانا. هبدأ انا احط الشربات على النار، يعني يغلي كده لمدة غلوتين على نار عالية، وبعد كده على نار متوسطة لمدة 5 دقايق، وبعد كده هبدأ طبعا اطفي النار. البسبوسة طبعا طلعت عندي بعد 25 دقيقة، يعني الأول خدت في الفرن 25 دقيقة. طفيت الفرن وفتحت الشواية حوالي كده دقيقتين، تمام، عشان تاخد بس يعني تاخد التحميرة بقى الحلوة ديت. وبعد كده بدأت ان انا اسقيها بالشربات. طبعا البسبوسة تكون سخنة والشربات كمان يكون سخن. بعد ما تهدى عندي من الحرارة بتاعتها هبدأ طبعا ان انا اقلبها بالشكل ده. طبعا كده نشوف البسبوسة القمر بتاعتنا بقى من جوه اخبارها ايه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا جدا. طبعا ان الطريقه تكون عجبتكم وعجبتكم لما تشوفوا لايك حلو زيكم، كمان اشتراك ومشاركه كتير عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.